أبلة فضيلة لجيل التسعينات، أبلة فاهيتا لجيل الألفينات. تعال نشوف الفرق ما بينهم، بس قبل ما نشوف الفرق يا ريت اللي ما شرفنيش بالاشتراك يشرفني بالاشتراك، علم علامة الجرس عشان يوصل كل الإشعارات، اللايك المدين الطاقة الإيجابية، وبيكم وليكم هتكون القناة. يلا بينا. أبلة فاهيتا دمية سخيفة، كلامها كله أباحة وقلة أدب. عرفتوا بقى مين السبب في فساد الأجيال؟ وده سبب منهم. الفرق بين أبلة فضيلة وأبلة فاهيتا الفرق بسيط، لا الفرق مش بسيط، الفرق كبير قوي. الأولانية صاحبة المقام الرفيع والذوق العالي، اتربى على صوتها جيل كامل، لا مش جيل، ده أجيال يعرفوا الذوق والأخلاق. اما التانية دمية سخيفة، بتفكرني بمسرح العرايس، اما مسرح العرايس بتاع زمان كان لتسلية الاطفال والناس الصغيرين، اما للاسف ابلة فاهيتا بتسلي الكبار والصغار بخروجها عن النص بالسفالة والاباحة وقلة الادب. كل الحكاية ان دي وجهة نظري الشخصي، يتفق معي من يتفق ويختلف معي من يختلف. بين أبلة فضيلة وأبلة فاهيتا 30 سنة من الانهيار الأخلاقي، شايفين قد إيه؟ ودي بردك في الأول وفي الآخر وجهة نظر، اللي يختلف معايا يختلف، واللي يتفق معايا يا ريت تشرفني بالكومنت في التعليقات. بس كده، والسلام عليكم.